احفظوا النعم بالكتمان، فليس كل إعجاب صادق ولا كل متابع محب. هاد القصة اللي غادي نعاود لكم اليوم هي ديال واحد البلوغر هندية اللي مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، سميتها راشنا جورجار، اللي فحال بزاف ديال الناس اللي عبر العالم اللي كيشاركوا حياتهم مع الناس وما كيخبيو حتى شي حاجة على المتتبعين ديالهم. وهذا الشيء اللي غادي يوقع ليها اثار جدل كبير واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحدود اللي تجاوزوها، يعني في مشاركه داكشي اللي كاين شي مره شي حاجه اللي ما خصهاش يشاركوها مع الناس وكيشاركوها مع الناس، يعني تعداو ديك الحدود، ما بقاوش مخلين الخصوصيه ليهم كاع. وداك الشيء علاش كيوقعوا في شي مشاكل وكتوقع لهم شي حوادث اللي كتصبح حديث ديال العالم. القصة ديال اليوم أخواتي هي عبرة وفيها رسالة للجميع، بغيت كل شيء يستافد منها. رشا جورجار هي واحد صانعة محتوى اللي مشهورة، كتفتح لايف وكتبدا تشارك كل شيء داكشي اللي كتملكو مع المتابعين ديالها، حتى ولات الصفحة ديالها عبارة عن مسرح مفتوح لعرض الثراء ديالها، وذلك بغرض ترند او باش تجبد التفاعل. هاد البلوغر الهنديه كتعرض المجوهرات الفاخره ديالها اللي ما عندها ثمن، داكشي كتير اللي كتعرض السياره ديالها الفارهه اللي اخر ما كاين، كتعرض هكاك المصوات ديال الفلوس، يعني داكشي لا يعد ولا يحصى، والمتتبعين كيتبعوها وكل شيء معجب بها وكل شيء عاجبو داكشي، انه يعني كيكون واحد الفضول وباغي نعرفوا الناس اش كيملكوا وعاجبهم داكشي اللي كتقدم هي، وهي عاجبها داك التفاعل وكتبقى توري اللي كاين واللي ما كاينش. وهاد البلوغر كتكون في واحد القريه يعني صغيره، الناس ديالها معروفين، يعني كل واحد كيعرفوا بعضياتهم، وبالاضافه الى انها هي هذيك الدار اللي كتسكن فيها ما عندها لا حراس لا والو. هادشي كله ساعد اللصوص شفاره، يعني خلاهم جاو، يعني ملي شافوا تا هما كانوا داخلين هذاك اللايف وشافوا داك الخير اللي كتستعرضوا، ديك الثروه اللي عندها، خلاوها حتى خرجات وجاو دخلوا للدار وهرسوا هذوك الخزنات وخداو دوك المجوهرات كلهم اللي كانت كتباهى بهم وكتبينهم في اللايفات، وخداو دوك الساعات الغاليه اللي عندها، خداو داك الفلوس كاملين اللي كانت كتوري. المهم ما خلاو ليها والو، خلاو الدار خاويه من جميع داك الشيء اللي غالي، كل شيء داو. من بعد ما هادشي ما وقع، جات هي للدار، رجعت عاوتاني فتحات لايف وبدات كتبكي على المتتبعين ديالها وكتقول لهم انا راني زعما تعرضت للسرقه وشوفوا اش وقع، وبدات كتصور لهم داك الخزنات كيفاش انهم مهرسين وان الدار كلها مرونه وكل شيء داكشي مخربق، كتوريهم كيفاش انها تعرضت للسرقه وانها مشاو ليها دوك المجوهرات ومشاو ليها دوك الفلوس كاملين. الرسالة اللي بغيت نوصل لكم أخواتي من هاد القصة ديال هاد البلوغر، وهي أن نشر تفاصيل حياتك وممتلكاتك والثروة ديالك، وأنك كتوري حتى العنوان ديال دارك، يعني كيوليو عارفينك حتى فين كتسكن بالضبط بلا ما تقصد، كيقدر يكون أخطر من أنك تخلي باب دارك محلول. كاين اللي صدق قصة هاد البلوغر وتاق في هذاك الشيء انه بقات فيه وتفاعل معها على انها مشى لها جميع المجوهرات ديالها ومشاو لها فلوسها وبقى فيه الحال وتتفاعل معها. ولكن كاين ايضا اللي كيقول على ان هاد الشيء مجرد تمثيل فقط، اللي جذب التفاعل ديال الناس وبلوغ الترند، وانها غادي ترجع، يعني من بعد غادي ترجع تاني، غادي تمشي تبيع هذاك الذهب اللي قالت لينا زعما على انه تسرق ليها، غادي تمشي تبيعه يعني، وغادي تشري ذهب واحد اخر، وغتجي عاود تاني تبدا تتباهى به وتبدا تبين، وان هادشي كامل اللي دارت راه مجرد تمثيل لجذب الترند ولجذب التفاعل ديال المتتبعين ديالها، والله اعلم. وشنو بان لكم نتوما اخواتي؟ شنو رايكم؟ واش هذا الشيء زعما يقدر بصح يكون وقع عليه هذا الشيء، او انه مجرد تمثيل؟ خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات،
ودعموني بزر إعجاب، فضلا منكم وليس أمرا أخواتي.